Welcome to 18 Plus Hair Expert Lab. والنهارده احنا هنسأل أسئلة لذيذة جدا مع بعض. اوكي، أول حاجة دلوقتي البنات بتحب قوي تفولو ترند اوف عايزة أخس فمش هاكل كتير، عايزة أعمل شعري كل يوم عشان شكلي يبقى حلو. الحاجات دي كلها ازاي ممكن تبقى بتأثر على الشعر؟ بصي، التساقط او الهير دامج من اكتر المشكلتين بيقابلونا. اول حاجه التغذيه. الناس اللي عندها نقص في الزنك او الحديد او بي فيتامينز ده بيأثر جدا على البروتين بتاع الشعرايه، المكون الاساسي الكيراتين. فبتبقى الشعرايه ضعيفه جدا، ما بتقدرش بقى تستحمل التلف اليومي اللي احنا بنعمله. اوكي، طب غير بقى الحاجات دي، يعني ايه حاجات في الديلي لايف بتاعنا بنعملها ممكن تبقى ستيل برضو بتأثر على الشعر؟ المشكله الثانيه اللي انا بحس ان هي برضو بنات كتير بتتعرض لها، انها تستخدم هيت دايركت على الشعر من غير ما تستخدم اي حاجه تبقى تعمل لها هير بروتكشن او تعمل كوتنج للشعرايه بشكل مظبوط. ففي الحاله دي بقى، او بتاخد شاور بميه سخنه. انا فدي من الحاجات اللي بتخلي الكيوتيكل تبقى ضعيفه جدا وبتكسرها، فبتخلي الترطيب بتاع الشعرايه يهرب منها. فبتعمل زي ما تقولي كده جفاف مزمن. فبتخلي الشعر طول الوقت شكله مش هيلثي وكمان ضعيف جدا. فلازم تدخلي في الروتين بقى حاجه زي 18 بلس هايدريتنج ريبير رينج. دي من الحاجات اللي بتحافظ جدا على الشعر. ماشي، بما اننا اتكلمنا عن الجفاف، انا يعني كياسمينة بفتكر ان انا لما هستخدم الماسك، الهير ماسك عامه اللي هو هيرطب وخلاص، بس ببقى مش عارفه ايه تاني الهير ماسك ممكن يفيدني بيه. بصي، هو الميزه فيه ان هو بس مش هايدريتنج او ترطيب، هو كمان زي ما تقولي كده بيعمل ريبير مكثف للشعر، علشان الهير ماسك بتاعه فيه بقى عندك المانوكا هاني والرايس ووتر وكمان الارجان اويل. الرايس ووتر ده بيبقى فيتامين اي، وكمان بيساعد ان فيه امينو اسيد فبيساعد على ترطيب الشعر، والمانوكا هاني كمان بيساعد على مرونه الشعر، فبتلاحظي ده وانت بتسرحي شعرك او تعملي ستايلينج. وكمان الارجان اويل هو ريتش ان ليبيدز وترايجليسرايدز، فبيساعد ان الشعر كمان يبقى يقلل التشابك فيه جدا. لا كل حاجه ان وان جار. بالظبط كده. واو. وعشان اثبت لك بقى كل ده، تعالي نعمل اكسبيرمنت كده وابروف ده بنفسي. يلا. النهارده معانا اكسبيرمنت لاتنين من الشعر. واحده استخدمت دايركت هيت على شعرها من غير ما تستخدم اي هيت بروتكتور. قولي لي كده انت حاسه ايه؟ ماشي. اولا هو ناشف جدا. دي اول حاجه. ضل كده. It lost the shine. It's not shiny anymore. الends بتاعته حزينه. split ends مرعبه. ويعني الشعر ده انا ما اتمنهوش لنفسي ابدا. مقارنه بقى بالشعر اللي استخدمت عليه دايركت هيت بس مع استخدمت هيت بروتكتنت بتاع 18 بلس. قولي لي بقى حاسه بايه؟ ماشي. اولا ملمسه احلى. It's more silky. It's more shiny. باين قوي عليه. تحسي ان هو radiant وتحسي ان هو فل، يعني الشعر مملي. تعالي اقول لك ممكن تستخدميه ازاي. يلا بينا. تحطي الاول 3 بافز كفايه على ايدك، بعد كده تبداي توزعيهم على اطراف الشعر. احسن حاجه بقى ان هو ما بيسيبش جريزي افكت، عشان الناس اللي بتتضايق ان شعرها لو هو شعرها اويلي ان هو يكون بيزيت الشعر او كده. انت عارفه ان دي فعلا اتسفاكت، كل الناس بتبقى كاتبه ان هم بيخافوا من الهيت بروتكتنت عشان بيدي تقيل. لا، هو بيعمل كوتنج للشعرايه من غير ما يعمل الموضوع ده، بالعكس بيدي لمعه خفيفه فيديه مور هيلثي لوك. ريحته حلوه كمان. I love it. نايس. دلوقتي بقى احنا جالنا اسئله على انستغرام من الكوميونتي بتاعتنا. Let's check it out. يلا بينا. دكتور، احنا جالنا questions كتير قوي على انستغرام، فنشوفهم مع بعض. يلا بينا. اول سؤال هو ايه الاسينشال فيتامينز اللي بتأثر على صحة الشعر؟ حلو قوي. عندك الحديد، الزنك، البي فيتامينز، حتى البيوتين، ده كله بيدخل في البروتين بتاع الشعر. طبعا بعد ما بنعمل اللاب انفستيجيشن لو عندنا نقص في حاجه منهم بنشوفها تحت اشراف طبي وبناخد بقى المالتي فيتامينز اللي ناقصانا. ده معلومه مهمه قوي، ما كنتش عارفه ان كل الاسينشالز دي بتأثر. عندنا another 2 questions. السؤال ده مهم قوي، ليه علاقه بيا. هل الميه السخنه فعلا بتضر الشعر؟ انا بستحمل ميه مولعه. واحنا داخلين على الشتاء كمان. للاسف الميه السخنه مضره جدا لانها بتعمل جفاف في فروه الشعر، وكمان بتفتح الكيوتيكل بتاع الشعرايه، فبتساعد جدا ان الترطيب يهرب منه. فلازم ندخل في الروتين بتاعنا ليف ان سبراي، يكون حاجه تعمل زي كوتنج للشعرايه عشان تحافظ على ترطيبها. بلس ان احنا على قدر الامكان نستخدم ميه فتره شويه. نوتد. ماشي. طيب ايه هو الروتين الكامل للعلاج من 18 بلس؟
عندك الشامبو والكونديشنر 2 to 3 times per week، حلو جدا. لو هنستخدم الهير ماسك على حسب الشعر تالف جدا، فتوايس ماكسيمم per week او once per week. اوكي لو هنستخدم بقى ليف ان فهنحتاج حاجه ديلي في الروتين، ليف ان سبراي عشان يعمل كوتنج للشعرايه ويحافظ عليها. اوكي taking notes يعني thank you so much. انا كل الحاجات دي انا ما كنتش عارفاها. thank you يا دكتور. ميرسي.